السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سحر ودي قناتي قناة أحلى الأكلات مع السحر. بقدم فيها تورت وحلويات وأفكار كتير جدا لتزيين الجاتوهات، وكمان بنقدم حلويات شرقية وغربية. لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لي لايك واعملي لي اشتراك للقناة واعملي لي كومنت تحفيزي، ولو ليكي أي سؤال سيبهولي في الكومنتات وأنا هرد عليكي. زي ما احنا شايفين قدامنا الوصفة بتاعتنا النهاردة وصفة جميلة جدا، وصفة الوافل. هنعمل النهارده الوافل مع بعض. هنعمله بقالب السيليكون، اللي هو لو انت مش موجود عندك مكنه ومش متوفره عندك مكنه الوافل هتعمليه في قوالب السيليكون. وفي ناس كتير جدا بعتت لي وسالت لي على القوالب هل دي كويسه ولا لا. القوالب زي ما احنا شايفين شكلها ده بيبقى حجمها، في منها اشكال كتير جدا في السوق. ده جبته ب30 جنيه من عند ادوات الحلواني. هنعمل مع بعض العجينه بتاعه الوافل، والمقادير دي خاصه بالقوالب السيليكون مش هتنفع معاكي لو انت هتشتغلي بالمكنه. عندي كوبايه وربع من الدقيق، المقدار ده بالظبط هيكفي القالب اللي احنا هنشتغل فيه دلوقتي. بحط عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، وكمان بحط عليهم رشه من الملح، وكمان بضيف عليهم معلقه من النشا. بس انا هنا نسيت ان انا احطها مع الدقيق فحطيتها بعدين بعد المكونات. ببدأ ان انا اجيب كده دي وانخله كويس جدا، وطبعا ضفت عليه النشا ضفت عليه البيكنج باودر، وكمان ضفت عليه رشة الملح. وببدأ ان انا انخلهم كويس علشان ادخل فيهم الهواء، ويبقى الوافل بتاعي هش وخفيف وجميل جدا. دي كوباية وربع من اللي هو الكوبايات المعيارية. دخلت الدقيق، دلوقتي الدقيق بتاعي اصبح جاهز بالشكل ده، وبقلب المكونات كده كويس جدا بالمعلقة علشان اتأكد ان المكونات امتزجت كويس مع بعض. باجيب اي بولة او ممكن تشتغلي كمان في الخلاط، ممكن تضربيهم بالهاند بلندر، يعني مش لازم تستخدمي في الوصفة المضرب الكهربائي. نزلت كده ببيضتين، والبيض لازم يبقى في درجة حرارة المطبخ. طبعا بما ان في بيض يبقى لازم انزل عليهم بالفانيليا، سواء سايلة مش موجودة عندك سايلة حطي فانيليا بودر عادي. بحط عليهم ربع كوباية من السكر او ما يعادل 3 معالق من السكر. وهنا زي ما انتوا شايفين بشغل عليهم المضرب. مش موجود عندك مضرب ممكن مضرب يدوي، ممكن هاند بلندر، ممكن خلاط، اي حاجة موجودة عندك بتأدي الغرض. بضرب المكونات كده كويس جدا لحد ما احس ان السكر بدأ يدوب، وان القوام بتاع السكر والبيض يعني اصبح كده عندي كريمي بالشكل اللي احنا شايفينه كده. طريقة بسيطة جدا وسهلة. بقلب كده المكونات كويس جدا مع بعض. بعد كده هو ببدأ ان انا اضيف عليهم ربع كوباية من الزيت. ممكن تحطي بدال الزيت زبدة، بيبقى طعمها اطعم بكتير، بس الزيت شوية بيدينا اللي هو القوام الجميل المظبوط للوافل. كمان بحط عليهم نص كوباية من الحليب، ممكن تستبدليها بربع كوباية من الحليب وربع كوباية من المية. وممكن زي ما انت شايفة انا حطيت النص كوباية من المية. بضيف عليهم طبعا الكوباية وربع من الدقيق، والمقادير دي مظبوطة جدا وبتكفي القالب بتاع الوافل اللي هو السيليكون. طبعا لو انت عندك قلبين او كده ممكن طبعا تضاعفي ايه الكمية. بقلب كده. طبعا هنا هديت السرعة بتاعة المضرب، بضرب يعني ايه مش بزود في الضرب. كل اللي انا عايزاه ان المكونات بس تختلط كويس جدا، واتاكد دلوقتي ان هبدأ الدقيق ان انا امتزج اصب مع الخليط في الخليط قالب ومفيش الوافل، فيه اي وبحطه كده في صاج تكتلات. من الصيجان اللي احنا بندخلها الفرن. وببدأ ان انا ادهن القالب بتاع الوافل بالزيت، علشان ايه يعني اساعد ان العجينه ما تلزقش معايا في القالب بتاع الوافل. وطبعا بحطه في صينيه لان القالب بتاع الوافل سيليكون، فطبعا طري جدا، فما ينفعش يعني بيديني كنوع من الثبات للعجينه، وان انت تدخليه ما يبداش ان هو يعني ما يبقاش متظبط معاكي لما تيجي تدخليه الفرن. بدهن كده القالب كويس جدا بالزيت، وببدا ان انا اصب الخليط بتاعي في القالب بتاع الوافل. ما بتعبيش القالب لاخره، بس بمجرد ان انت تغطي كده الجزء السيليكون، يعني زي ما احنا شايفين كده. يا دوب يعني بياخد ايه كبشتين، كبشة ونص كده يعني. المهم الخليط اللي عندك بتقسميه على الاربع قطع اللي هي موجودة في القالب. بصب الخليط كله. شايفين العجينة قد ايه كريمي وناعمة وانسيابية، ما هياش تقيلة.
العجينة دي ممكن تشتغلي بيها بانكيك بتبقى برضو جميلة جدا. قوامها يعني زي قوام عجينة الكيك، تحسي ان هي خفيفة شوية عن عجينة الكيك بحاجة بسيطة. شايفين قد ايه القوام بتاع العجينة ده القوام المظبوط. وزي ما انا قلت في اول الفيديو، لو انت هتشتغلي وافل بالمكنة مش هتستخدمي المقادير دي كام يوم كده باذن الله، وهعمل لك المقادير المناسبة لعجينة الوافل لو انت هتشتغلي مكنة. بساوي كده وبس الخليط كويس جدا بالسباتيولا، وابدا ان انا اخبطه خبطتين علشان اتاكد ان مفيهوش اي فراغات هواء. بدخله الفرن على درجه حراره 200. بسيبه بالظبط مدة تلت ساعة، بيديني اللون الذهبي الجميل، بيطلع مقرمش وطري، مقرمش من بره وطري وجميل جدا من جوه. بجد تحفة، طريقته بسيطة. شايفين ولا لزق في القالب بتاع السيليكون ولا حصل فيه اي حاجة، شكله جميل جدا واخد اللون الجميل. دلوقتي هنبدأ بقى في التزيين، والتزيين ده بيرجع لك على حسب الموجود عندك وعلى حسب ما انت بتحبيه. طبعا ممكن تشتغلي صوصات، ممكن تشتغلي نوتيلا، ممكن شوكولاتات زي ما انت حابه. انا هنا استخدمت عندي كان نوتيلا. بدأت ان انا اوزع النوتيلا كده على الوافل النوتيلا، وبدأت ان انا احط عليها شرايح كده من الموز، وبيبقى طعمها جميل جدا. دلوقتي هبدأ ان انا ازين هنا بانصاف فراولة غسلها ومقطعاها. ابدأ ان انا برضو ارصها، وهحط عليها كمان صوص فراولة بيديها طعم جميل جدا. ممكن كمان تلمعيها لو انت هتشتغلي يعني هتسيبيها فترة في التلاجة، تحط لها جيل تلميع، او ممكن تحط لها جيل فراولة. هنا كان عندي جناش شوكولاتة، وحطيت كمان عليه جناش، حطيت عليه صوص فراولة. يعني زي ما بقولك دايما التزيين ده بيرجع لك على حسب الموجود عندك. ده عندي كان توت احمر واسود. يعني براحتك بقى زيني وايه في الافكار جددي براحتك. اهم حاجة انا كنت هنا بعمل لكم الفيديو مخصوص لان ناس كتير بعتت لي وسألتني عن القوالب السيليكون هل هي عملية ولا لا. انا بقولك ان هي عملية جدا، ما بتلزقش، بتديكي نتيجة كويسة جدا. طعمها برضو طبعا يعني طعم العجينة اللي انا عاملاها مظبوط، واعتمد المقادير دي وجميلة جدا جدا. اقتصادية برضو. لو انت مثلا ما عندكيش امكانية ان انت تشتري المكنة بتاعة الوافل، فطبعا ايه ما بتقولش لا. يعني انا بنصحك لو مش موجود عندك المكنة اشتري القالب ده واشتغلي بيه، وبإذن الله هيبقى جميل جدا جدا. هنا قطعت زي ما انتوا شايفين فراولة على موز، ويعني ايه بتشكلي طبعا وبتزيني الوافل بتاعك ايه زي ما انت حابه. بجد طعمه جميل جدا وعجب البيت وعجب الاولاد، ووصفه جميله ويعني بسيطة وسهلة، ما أخدتش وقت. المقادير مظبوطة بالظبط، يعني مجرباها أكتر من مرة. الطريقة بسيطة. التسوية زي ما أنا قلتلك على درجة حرارة 200. بتدخليه الفرن من تحت بس، ما بتولعيش عليه الشواية. لو المحمرش معاكي في الآخر وحبيتي تديله وش، افتحي عليه الشواية لمدة دقيقتين أو 3. وده كان الشكل النهائي للوافل بتاعنا. ودي كانت وصفة النهاردة. أتمنى الفيديو بتاعي ينال إعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي الاشتراك للقناة، واعملوا لي لايك للفيديو، وسيبوا لي كومنت تحفيزي يشجعني. والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.